أعزائي المتابعين، النهاردة جايبة لكم فيلم جميل جدا. فيلم إخراج أحمد يحيى، بطولة نجلاء فتحي، ماجدة الخطيب، وفاروق الفيشاوي. الفيلم يعني فكرته بتدور حوالين الست لما بتكون قوية في حبها، بتضحي قد ايه وبتقف جنب حبها قد ايه، ولما بيتغدر بيها او بتتظلم ازاي برضو بتبقى قوية في انها تاخد حقها وتقدر تنتقم. الفيلم اسمه غدا سأنتقم. الفيلم بيحكي عن حنان اللي عايشة مع عمها، لأن أبوها وأمها ماتوا، وعمها ده إنسان مادي جدا، بيفكر في الفلوس. ولما بيجيلها المهندس مدحت بيتقدم لها، وواحد على قد حاله، بس هما اتنين بيحبوا بعض. عمها بيحذرها وبيرفضه، وبيقول لها ان ده مش هيساعدها ومش هيفرحها لانه انسان يعني فقير، وان هي لو اتجوزته هي بتصمم على رأيها، بتقول لا انا هتجوزه، بيقول لها لو اتجوزتي يعني غصب عني وكده، فحتى لو زعلك، لو حصل اي حاجة، لو لازم تتحملي نتيجة اختيارك ومش هترجعي البيت ده هنا تاني. وبتوافق وبتقوله انها مش هترجع ابدا، وانها مصممة على اختيارها، وعلى انها تدافع عن حبها. وفعلا بتساعد مدحت في كل حاجة، بيشتروا الشقة سوا وبتدور له على شغل. بيتجوزوا، بتدور له على شغل، بتتفق هي مع الناس، تعمل اتفاقات عشان يعمل لهم الديكورات بتاعتهم، وهو مهندس ديكور، وبتمسك له حساباته، بتفتح معاه شركة، يعني بتساعده بفلوسها، وبتساعده بذكائها وبمجهودها وبكل حاجة. بيقول لها ان هو بيحبها وما بيقدرش يعيش من غيرها. بيتجوزوا، تقدر توفر له كمان فلوس انهم يشتروا عربية صغيرة. لكن بعد فترة بيلاقي ان مفيش شغل جايله، فهي بتنجح ان هي تتفق مع عميل غني ان هو يخليه يمسك الفيلا بتاعته ويغير التصميمات بتاعتها. وبتروح معاه، بتقابل العميل ده، وبذكائها وبلباقتها بتعرف تقنع العميل ان هو يدي جوزها يعني الشغل ده. وفعلا الراجل بيقتنع، وبيديهم جزء كمان عربون من كبير يعني من الشغل. وبيفرح جدا مدحت، وبيقول لها لازم النهارده نسهر عشان نحتفل، وتاني يوم الصبح نبقى نبدأ شغل، يعني يبقى يبدأ شغل. بيروحوا بيحتفلوا، وبيشرب خمرة كتير، فللأسف بيبقى بيفقد وعيه. فهو سايق العربية وراجعين، للأسف بيدوس شخص يعني بياع من اللي بيبقوا في الشارع، بيخبطه وهو يعني مش في وعيه. بعد كده بيروحوا القسم عشان يبلغوا عن الحادثة دي، وبنتفاجئ ان حنان بتضحي بنفسها وبتقول للضابط ان هي اللي كانت سايقة. وطبعا مدحت بيقول لا، ان هو اللي كان سايق، والضابط بيقول لهم لازم تقولوا مين فيكو. فبتتمسك برأيها قدام الضابط، وبتقول له ان هي اللي كانت سايقة، وان جوزها بيكذب عشان يحميها. بيضطر يسكت مدحت، وبيسألها ليه عملت كده، بتقوله ان هو وراه مشروع لازم يعمله، وهو هيبدأ فيه الصبح، فده كده هيعطل شغله، وهيعطل مستقبلهم هما الاتنين لو اتحبس. انما هي لو اتحبست يعني بالكتير هتتحبس شهر، لانها ما كانتش تقصد، والحادث يعني قضاء وقدر وكده، والراجل خلاص يعني هيخف، والموضوع هيتلم. بس المهم هو ما يتأخرش عن شغله، وطبعا ما يضحيش بمستقبله. بيضطر يوافق مدحت، وبيجيب لها محامي يدافع عنها. لكن المفاجأة ان الراجل اللي خبطوه بالعربية بيموت، فبيتحكم عليها ب3 سنين سجن. بتصدم حنان، لكن بتتماسك وبتطلب منه انه هو ينجح في شغله، وان هو ما يشيلش همها، وبتحاول تخفف عنه، بتقوله السنين هتجري بسرعة، وانهم هيرجعوا يعيشوا مع بعض تاني، وان هي كل خوفها وقلقها عليه هو انه ازاي هيعيش لوحده، مين هيغسل له، مين هيطبخ له. فبنلاقي طبعا حنان يعني ان هي قمة في التضحية والتفاني لحبيبها. بنشوف مشهد لحنان وهي في السجن،
مش قادرة تنام وعمالة تعيط، ولكن المسجونات يعني بتصعب عليهم بيخففوا عنها، وخصوصا السجينة فهيمة اللي بتعتبر حنان زي بنتها، وبتتكلم معاها وبتقولها فضفضي، وبتسألها عن سبب دخولها السجن. لما بتعرف اللي حصل بتقول لحنان انها يعني غلطت، لان مفيش راجل يستاهل التضحية دي عشانه، وانها هي نفسها قتلت جوزها، لانها بعد ما وقفت جنبه وابتدت معاه من الصفر، اول ما عالي وبقى غني نسي فضلها عليه ونسي حبها وراح اتجوز بنت صغيرة. فمن غيظها منه طبعا قتلته. لكن حنان بتقول لها ان مدحت غير اي حد، وان علاقتها بيه مختلفة عن اي علاقة، لان حنان يعني انسانة معطاءة. بنلاقيها في السجن بتحاول تعلم المسجونات القراية والكتابة، لكن بتتعب وبتدوخ، وبتروح لدكتور السجن اللي بيبشرها بيقولها ان هي حامل. بتحاول حنان تخبي عن مدحت الخبر عشان ما يتشغلش عليها وما يقلقش عليها ويركز في شغله. لكن بعد فترة بتلاقيه بيبطل يجي يزورها، والمسجونات بيقولوا لها يعني ان هو نسيكي، بتقول لهم لا هو اكيد تعبان، وهي بتبقى كمان بدل ما بتزعل منه بتبقى قلقانة عليه. وفي المقابل بنشوف مدحت وهو بيشتغل في الفيلا مع يعني العمال وكده، وبعدين بيتكلم مع صافي مرات العميل، وبتنشأ بينهم علاقة للأسف يعني. بنلاقي ان مدحت بيخون حنان، وصافي بتخون جوزها اللي بيجي الفيلا بالصدفة بيشوف مشهد الخيانة، فمن كتر الصدمة قلبه بيقف مش بيستحمل وبيموت. بعدها طبعا صافي بتتجوز من مدحت، بنشوف مشهد جوازهم، وده السر في ان مدحت بطل يروح السجن الحنان. حنان يعني بتلاقي الضابط بيستدعيها عشان جايلها يعني خبر او حاجة، فبتقول اكيد يعني جوزها افتكرها ورجع لها. بتتفاجئ او بتتصدم اما بتلاقي الضابط بيقول لها ان جوزها طلقها ولازم تمضي على ورقة الطلاق. بتزعل حنان وبتقعد تعيط طول الليل، فبتجيلها الام الولادة، وبتروح تولد وفعلا بتخلف يعني بتجيب ولد. وبتقول للضابط ان هي عايزة الولد عشان جو السجن يعني مش ملائم ليه وبرد عليه، ان عايزة جوزها مدحت يجي يستلمه ويعيش معاه عشان ابنها يكون في مكان احسن. الضابط فعلا بيبلغ مدحت، ومدحت بيقول لصافي، وصافي طبعا بترفض الطفل وبتقول له المفروض يعيش مع امه، واحنا هننسى كل اللي فات وملناش دعوة بيها. فبيرفض طبعا مدحت ياخد ابنه، ونتيجة لده الولد بيتعب جدا، بيجيله شعب يعني بيجيله يعني برد وبيجيله نزلات وحاجات زي كده لغاية ما بيموت. بتحزن طبعا الام حنان، وبتحس ان مدحت ده ما قدرش اي حاجة من التضحية اللي عملتها، وبالعكس. وبتقرر بينها وبين نفسها انها اول ما هتخرج من السجن هتنتقم منه على كل اللي عمله فيها. بنشوف فهيمة وهي جه خلاص يعني قضت المدة بتاعتها وانها ماشية، فبتودع حنان وبتديها عنوانها وبتقول لها ان ده عنواني اول ما تخرجي من السجن تجيلي. بعديها بفترة بسيطة بتخرج حنان من السجن، بتقضي برضو مدتها وبتروح على العمارة اللي فيها شقتها، وبتقول للبواب ان هي طالعة وعايزاه يشتري لها طلبات. البواب بيقول لها ان شقتها للأسف اتباعت، وان مدحت جوزها باع الشقة. فطبعا بتزعل وبتضطر بقى تروح عند فهيمة تقعد عندها، يعني بتحكي لفهيمة كل ده، وفهيمة بتقول لها انتي هتعملي ايه مع مدحت؟ هتقتليه؟ فطبعا حنان بتقول لها ان هي فكرت في كده فعلا، لكن لقت ان الموت هيكون راح عليه وهي عايزة تعذبه زي ما عذبها، فهي مش هتقتله، هي هتوصله لدرجة اصعب من الموت. بنشوف مشهد لصافي ومدحت وهو بيكلمها عن صفقة جديدة،
وهما بيتخانقوا لان صافي زعلانة وبتقول انا حاسة بملل وحاسة ان هي يعني مش بيقف جنبها ولا بيهتم بيها ولا بيخرجوا ولا بيتفسحوا، وان هو طماع وانين بيفكر بس في مشاريعه، فكر في نفسه ومش بيفكر فيها خالص، وبيتخانقوا. وبنشوف برضو حنان وهي بعد ما بيخرج طبعا بيروح شغله، حنان جايبة تاكسي وبتتابعه وبتراقبه، بتشوف فين مكان شغله وبتراقب مراته، بتراقب كل حاجة وكل تفاصيله عشان تعرف ازاي تنتقم منه. بتعرف حنان مكان الشركة وبتروح بعد ما مدحت بينزل من الشركة بتروح للسكرتير وبتعمل نفسها صحفية عشان تاخد كل المعلومات اللي هي عايزاها، بتعرف ايه البنوك اللي بيتعاملوا معاها، وبتبقى يعني عايزة تعرف اكتر، فبتروح لفهيمة وبتقول لها ان هي عايزة تعرف معلومات اكتر ونفسها تدخل المكتب بس مش هتقدر تدخل لان طبعا يعني معهاش المفاتيح. فهيمة طبعا بتساعدها وبتعمل كده حيلة، بتروح هي وواحد حرامي بعد ما الشركة بتخلص وبتاع الأمن بيخرج ومعاه المفاتيح، بتروح بتعمل معاه بتفتعل خناقة يعني هو بيعاكسها لغاية ما الحرامي اللي معاها ده يساعدها والناس بتتلم، بيسرق المفاتيح وبيعملهم على صابونة عشان يطلع زيهم، وبيرجع المفاتيح تاني لبتاع الأمن من غير ما ياخد باله، وبعدين بيروح يطلع لها نسخة من المفاتيح وبتروح تديها لحنان اللي بتفرح جدا، وبتروح بالليل الشركة وبتفتح تقرا كل الأوراق وبتعرف ان هو دافع رشوة 100,000 جنيه عشان المناقصة ترسى عليه، وبرضو بتشوف من الورق ان هو بيقدم في البنك على قروض من غير ما ياخد من غير ما يكون عنده ضمان، لانه بيدي رشاوي برضو لمدير البنك وجايب له عربية هدية. بتستغل طبعا المعلومات دي، وكمان برضو بتروح تتابع مراته وبتراقبها وبتشوفها بتروح عند انهي كوافير، وبتروح تتكلم معاها وتغازلها وتقول لها انها جميلة وشيك وكده، وبتقرب منها لحد ما يبقوا صحاب. بعد ما بتعرف المعلومات دي كلها بتبتدي حنان تنتقم واحدة واحدة. هنشوف ايه الانتقام اللي هتقوم بيه حنان. تابعوني. بتروح حنان المكتب وبتشوف الورق وبتاخد نسخ منه بدليل يعني بيبقى معاها دليل على ان هو بيرشي الناس عشان المناقصة، وبتروح تقدم الورق ده للنائب العام اللي طبعا بيلغي المناقصة خالص من مدحت. ومدحت بيكون دافع يعني 100,000 جنيه عشان ياخد مناقصة ب1,000,000 جنيه، بيخسر طبعا المليون وال100,000 وبيبقى مديون، وبيبقى قاعد بيشتكي لمراته وعمال يقول لها ان هو طبعا كده اتدين وان هو كده في موقف حرج جدا. بيلاقي الباب بيخبط وبيلاقي ان في ورد جايله ومكتوب عليه كارت من مجهول بيقوله ان امنيتي ليك بالخراب والدمار. بيتغاظ جدا مدحت وبيقول مين اللي بعت الورد، مش عارف، طبعا احنا عارفين مين اللي بعت الورد حنان، وهو مش عارف مين اللي بيأذيه كده. بعد كده بتروح حنان بتعمل نفسها يعني بتلبس لبس كده ست كبيرة وبتروح للبنك اللي مدحت بيتعامل معاه، بتروح لمدير البنك وبتقوله انها عايزة تاخد كارد ب1,000,000 جنيه. بيقول لها لازم يكون معاكي ضمان، بتقوله لا عشان ابن اختي مدحت بياخد منك من غير ضمان وبيجيب لك كمان هدايا وجايب لك عربية، يعني بتكشف ايه مدحت قدامه كأن مدحت هو اللي قال لها كده. هو مدير البنك طبعا بيتضايق وبيروح لمدحت وبيقول له يا اما تديني ضمان على القروض اللي انت واخدها، يا اما ترجع القروض دي البنك عشان خالتك كشفتني وممكن تقول لاي حد. بيتغاظ مدحت وبيقول له ان هو ملوش خالة اصلا ومين اللي بيعمل كده عشان خاطر يوقعه. والمدير البنكي بيقول له ماليش دعوة بكل ده، وانا عايز يا اما تسدد قيمة القروض يا اما يعني هيبقى فيه طبعا مشكلة وهيوقف له طبعا كل تعامله معاه. بيزعل طبعا مدحت وبيحس ان هو الخراب جايله فعلا من كل ناحية، وبيلاقي برضو ورد تاني جايله وبرضو من حد ما يعرفوش. يعني بيتغاظ مدحت ومش عارف مين اللي بيبعت له الورد ده ومين اللي وراه.
بعد كده بنلاقي حنان بتروح النادي اللي فيه صافي، وبتعمل نفسها انها قابلتها صدفة، وبتتكلم معاها وبتقول لها ان هي بتحب شخص يعني وعايزة تقابله، بس مش لاقية مكان يتقابلوا فيه، يعني لان طبعا صافي اصلا شخصية غير سوية ومنحرفة. بتشجعها وبتقول لها ان هي عندها شقة كده قديمة كانت بتأجرها زمان، فبتقول لها لو عايزة تقابلي الشخص اللي انتي بتحبيه خدي المفتاح، بس سيبيلي يوم السبت ده يعني ما تروحيش الشقة فيه. فبتفهم كده طبعا حنان ان هي صافي بتستغل الشقة في اليوم ده ان هي بتخون جوزها فيه. بعد كده بنلاقي ان حنان بتاخد نسخة، طبعا بتديها نسخة من المفتاح صافي عشان تقابل حبيبها، فبتروح تعمل نسخة وبتروح تبعته في ظرف وفي جواب بتبعته لمدحت، وبتقول ان مراته بتخونه في الشقة الفلانية وده المفتاح. وفعلا بيروح في اليوم اللي مراته فعلا بتكون مع عشائها، وبيروح يشوف الموقف، وبدل ما بيموتها بنلاقيه انه هو بيقول لها طبعا بيمشي يعني عشائها، وبيقول لها انا هعدي الموضوع بشرط بيقول لمراته ان هو هيسامحها على اللي حصل ده مقابل ان هي تسدد له كل ديونه مع البنك والديون بتاعت الشركة. فبتضحك مراته وبتقول له خلاص الكلام ده كان يعني من شوية، انما كده خلاص مفيش اي اثبات عليا ان انا عملت حاجة، وانت كده انا بحتقرك وانا مش هديلك ولا مليم، وبالعكس ده انا ممكن هفضحك وهحكي للناس كلها ان انت شفتني مع عشيقي وما عملتش اي حاجة. فبيتغاظ منها وبيخنقها وبيقتلها. وبنسمع صوت عربية البوليس جاية، طبعا حنان بتكون هي اللي مدبرة كل ده. البوليس طبعا بياخده وبيروح السجن. آه اول ما بيروح السجن بيبص يلاقي حنان جاية تزوره. طبعا هو مش عارف، بيقول لها انت خرجتي من السجن امتى؟ بتقول له مش فاكره. بيقول لها ليه ما قلتيش؟ انا ما كنت محتاج لك قوي وانا عايزك تستنيني لما اطلع هعوضك. بتضحك حنان وبتقول له انت ما استنيتنيش سنتين، ازاي استناك 15 سنه؟ وبعدين انا مش جايه عشان ازورك، انا جايه عشان يعني جايه يعني تشمت فيه او تتشافى فيه. وبتقوله انا بس جاية اشوفك يعني في المكان اللي هو المفروض يبقى فيه. وبتقوله دلوقتي اكيد عرفت مين اللي كان بيبعت لك الورد ومين اللي جابك هنا. بيصرخ طبعا من وهو ورا القضبان، وهي بتبتسم وبترفع راسها وهي منتصرة. وده بيكون اخر مشهد في الفيلم، واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. سلام.